مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن العالم العربي ان شاء الله باذن الله. كمان عندنا وصفه جديده عباره عن غريبه باللوز مدبله بطريقه يعني رائعه وسهله جدا. يمكن لكم تصاوبوا في البيت ديالكم. على بركه الله غادي نعطيكم مقادير ديال الغريبه. كما كتشوفوا معنا عندنا هنا 750 غرام ديال الدقيق، عندنا 150 غرام ديال السكر بودر، عندنا 350 غرام ديال زيت المائده، عندنا ملعقه كبيره ديال النافع، ملعقه كبيره ديال السمسم، عندنا فينا ملعقه كبيره الخميره، عندنا فينا 80 غرام ديال اللوز، عندنا فينا 150 غرام ديال السكر الخشن. الطريقه هي غادي نديرو النواشف كلها مع بعضها بالطريقه هذه. السكر كما كتشوفوا، الطحينه ديال الخميره ديالي الطريقه هذه هي. غنضيف اللوز، غنضيف النافع والجزلان، نخلطهم مع بعضهم. تشوفوا معنا غادي نضيف الزيت ديالي بهاد الطريقه كلها ونخلط على بركه الله. نخلطو غير بشويه كتجي مع الراسه كما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. حاولوا تهزوا من تحت راه كتكون مازال مخلطاش مزيان عندكم. كتشوفوا معنا بهاد الطريقه هذه. دابا غندير واحد الثانيه ديالي وغندير الفران غنديرو يسخن درجه الحراره 200 من الفوق لتحت. كنشد بحال هكا، كنديرو مع الدويرات هكا ونحطو. فتنكمل كما كتشوفوا معنا. كتجي سهله جدا، يعني كتكون عندي واجده 10 دقائق، يعني ما كتاخذليش الوقت ديالي بزاف. هذا غريبه بالبعله باللوز ما كتاخذليش الوقت بزاف، كتجي رائعه. كما كتشوفوا معنا حنا سالينا الصينيه ديالنا. الفران ديالنا كيسخن درجه الحراره 190. السر ديال هذا غريبه باش كتجي مشقوقه كتكون الفران سخون 190 مباشره. كندخلوا غريبه ديالنا كنشوفوا هاد الشقات كننزلوا الحراره 170. ما تحلوش عليها الفران باش ما تطيح لكمش وما تشققش. يلا مباشره دابا ندخلوا الفران وما غاديش نحلوا عليها، نخليوها تتشقق وغادي ننزلوا الحراره 170. دابا معنا غريبه ديالنا كتشقق. من بعد ما غتشقق غادي نهبطوا درجه الحراره 170 وتطيب على خاطرها. كتاخذ معنا 10 ديال الدقائق. ومن بعد ما طامت عندنا غريبه ديالنا تشقات مزيان وتحمرات كنخرجوها نخليوها تبرد. كما كتشوفوا دي غريبه الباله ديالنا كتجي رائعه. ما تنساوش ديروا قناه الاشتراك وديروا تفعيل الجرس وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم ان شاء الله. يلا ان شاء الله في وصفات جديده ان شاء الله باذن الله.